بيان للرأي العام العالمي إن ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان على يد الدولة التركية الفاشية هو استمرار للمؤامرة الدولية التي بدأت خطواته التنفيذية في 8/10/1998 بإخراج القائد من الشرق الأوسط الذي عالج بفكره وفلسفته أزماته ووضع الحلول الناجعة لها، ثم بخطفه من العاصمة الكينية نيروبي في 15 شباط عام 1999 وتسليمه مباشرة للدولة التركية الفاشية التي أخذت دور الخصم والحكم للشعب الكردي وبقايا الشعوب التي أبادتها الإمبراطورية العثمانية ثم الجمهورية التركية في وقت سابق، وذلك عبر شخص القائد عبد الله أوجلان بمحاكمة سورية تمت خلال أيام معدودة وانتهت بتغييبه في أسوأ سجن عرفته الدكتاتوريات العالمية خلال كل مراحل التاريخ. وقد تزامن كل ذلك وترافق بارتكاب كل أنواع الشدة والعنف والتعذيب النفسي والجسدي بحق القائد الذي بقي صامدا بإرادة مناطها قوة الإيمان بالحق والحقوق وإطارها فكر وفلسفة، ولفشل الدولة التركية الفاشية في كسر إرادة الشعوب المؤمنة بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في الحرية والحقوق الديمقراطية عبر فشلها في كسر إرادة القائد تحول تعذيب الدولة التركية الفاشية بحق القائد عبد الله أوجلان إلى منع أي معلومة عنه منذ أكثر من 28 شهرا وفرض عقوبات تسميها بالانضباطية في ظل هذا التكتم الشديد على حياته. ولهذا ولأن كل ما ارتكبته الدولة التركية الفاشية وأعوانها هو من عداد الجرائم الدولية وتتدرج بين جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المعاقب عليها بالمادتين 6 و7 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998 في ظل ما يخيم على المجتمع الدولي الرسمي من صمت مريب إزاء كل ما ترتكبه الدولة الفاشية بحق الشعوب وخاصة الشعب الكردي من خلال شخص القائد وخاصة اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التي ادعت أنها ولكنها لم تفصح عن نتائج هذه الادعاءات المزعومة لتاريخه في إشارة واضحة على مدى التواطؤ الدولي مع الدولة التركية الفاشية وانطلاقا من القناعة العميقة بحتمية انتصار الإرادة الحقيقية للشعوب، سيما وأنها قد تلازمت وتجسدت في الشرق الأوسط بتلاحمها مع فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وتخطت جدران سجن إمرالي وأصبحت ممارسة يومية تعيشها الشعوب بريادة المرأة الحرة التي دحرت الإرهاب على ضفاف نهر الفرات، وها هي تناضل من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. ومن صور هذا النضال انعقاد إدارة المحاميات في إقليم الجزيرة على بث الحقائق القانونية حول قضية القائد أوجلان التي هي قضية كل الشعوب المضطهدة وخاصة الشعب الكردي، وذلك بتنفيذ محاضرات في هذا الخصوص في عموم إقليم الجزيرة وبالتنسيق مع مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي وكونغرستار. وإننا نحن المحاميات في اتحاد المحامين في الجزيرة إذ نتمسك وبقضية القائد عبد الله أوجلان ندعو المجتمع الدولي الرسمي إلى النهوض بمسؤولياته في سيادة القانون الدولي إزاء قضية القائد عبد الله أوجلان لإنجاز حريته الجسدية عاجلا وليس آجلا. إقليم الجزيرة في 31/7/2023 المحاميات في اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة.